القصة النهاردة مختلفة تماما، مختلفة شوية ومختلفة حبتين. عندنا ديزاينر بس مش انتيريور ديزاينر، ليها طعم مختلف وليها لهجة أردنية مختلفة خالص. بحب الأزياء والفساتين وما كنتش بتكلم بدري. عمري 17 سنة أتعلم ولا أشتغل ولا شو أسوي بالظبط. واصحابي قالوا لي انت مقعده هبه ادريس على الارض. قعدت هبه ادريس على الارض النهارده. أول ما بدأت كان أنا أمشي بفساتين صغيرة هيك أقول للناس أنا بعمل فساتين يا جماعة. لما اجيت أعمل شغلة صاروا يقولوا لي حتشتغلي خياطة. ربنا حط في طريقي عملاء من أزوأ وأجمل ما يكون.